الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واقض بسره حوائجي جميع ثم أهلي وعيالي يا سميع وكل من طلب مني الدعاء في حاجتي يا من يجيب من دعا وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله
بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي التعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله لي جملن ظاهري وباطني بطاهري يا ماحيا كبائري بجاهه ولممي يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصم مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا ناجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا ربي اجعل المريدين معا في حصنك الحسين والشمل اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبلا وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم اللهم انصر ولي أمرنا واحفظه فينا بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطول بقاءه فينا وامدده بالصحة والعافية ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية عامة اللهم مكنه بقوتك وأيده بنصرك من قوة مادية ومعنوية حتى يتمكن من إنجاح مشاريعه الخديمية والإسلامية اللهم انصر ووفق كل من يعينه على مهامه من أهل وأقارب وأتباع واجعل الأمة الإسلامية عامة والمريدية خاصة في حصنك الحسين وسوي صفوفهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم ولا تسلط أعداء عليهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال
الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من إذا أحاط البلاء وتكاثرت المحن ودواهيه وخافت نفوس الأمم وأيست عند التناهي فرجتها بلطفك من بعد صنعك فرج عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم آمين آمين وسليا على النبي وسلم وقض به حاجة كل مسلم آمين آمين يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذا النداء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي آمين صل وسلم آمين على المتمم وكل يعص بلا انتهاء اللهم صل على سيدنا ومولانا رسولك محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بركة الشيخ الخديم آمين الحمد لله آمين